يسعد مساكن. لحشوة اليالنجي بحتاج 2 كوب ونص من الرز المنقوع والمغسول، 3 حبات بندورة مفرومة ناعم، جرزتين بقدونس مفروم ناعم مع نص جرزة نعناع مفرومة ناعم، نص كوب دبس الرمان مع ربع كوب ليمون، عليهن كوب زيت زيتون، ومنقلب المكونات مع بعض. ضيفوا ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، رح تعطيها نكهة كتير رهيبة. وهون بضيف ملعقة من القهوة، كتير بتعطي نكهة طيبة لليالنجي، ومعلقتين ونص ملح، طبعا الملح على حسب الرغبة، وبضيف نص معلقة فلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، وأنا بحب اليالنجي يكون سميك شوي، فبضيف الحشوة، بكتر حشوة بقلب الورق، فكمان بكتر ورق منشان تكبر الحبة معي. واللي بحبها إنه حشوتها قليلة بيكتفي بورقة واحدة. وهون هيك بعد ما حطيت شرحات البطاطا وحطيت ورق اليالنجي، هلأ بضيف عليهم المرقة. بالنسبة لمرقة اليالنجي أنا ضفت المرقة اللي زادت بالرز، عدلت عليهم بإضافة دبس الرمان والملح، وتركتهم ساعتين على الغاز لحتى يستووا. وهون مرحلة التقديم. بتمنى تعجبكم كتير، والطعمة كانت كتير رهيبة، وشكرا لحسن المتابعة.